السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عندك بلح رطب مفرزاه، تعالي نعمل بيه أحلى وأطعم عجوة هتنفعك من السنة للسنة. هتنفعك في المعجنات والسندوتشات، هتبقى في منتهى الجمال، تحفة، أحسن وأنضف وأوفر من الجاهزة بكتير. ما شاء الله العجوة طعم وريحة في منتهى الجمال. هتحضريها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش هتاخد معاك وقت خالص في التحضير، وفي نفس الوقت برضو هتنفعك من السنة للسنة. يلا بينا نشوف هنعمل العجوة القمر بتاعتنا دي ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا معايا بلح رطب، انا كنت مفرزاه في الفريزر بالقشر بتاعه. طبعا شلت منه القشر وشلت منه النوايا بتاعته، وبقى معانا بالشكل ده البلح الرطب اللي هو بالشكل دوت. معايا طاسة حطيتها على النار، هحط فيها البلح الرطب، وهقعد كده اديله تشويحة لمدة حوالي ربع ساعة. اهم حاجة تكون مهدية النار عليه. هقعد اشوح فيه كده لمدة حوالي ربع ساعة لحد ما يطرى معانا خالص. ما نضيفش عليه اي اضافات ولا سمنة ولا اي حاجة، وهو على النار عشان ما ينشفش منك. كده خلاص طري معانا بالشكل ده. قعد على النار حوالي ربع ساعة. كده خلاص البلح طري معانا. هاخده كده هو سخن على طول كده على الكبة، وهنبدأ نفرمه وهو سخن كده. ما عندكيش كبة، هتهرسيها كده بالمعلقة لحد ما تبرد شوية. بعد كده هتروحي هرسها بايدك. هضيف كده معلقة من الزبدة ومعلقة كاكاو خام عشان تدينا شكل الجاهزة اللي احنا بنشتريها، وفي نفس الوقت برضو بتعزز الطعم. ورشة بسيطة من القرفة. حابة تستغني عن القرفة والكاكاو، فطبعا حسب ما انت عايزة. هنضربهم بقى كده مع بعض في الكبة بالشكل ده. وبعد كده هضيف سمسم. السمسم متنقي ومتحمص، وهنقلبهم كده مع بعض. ما شاء الله الريحة طالعة في منتهى الجمال، والطعم حكاية في منتهى الجمال. هجيب كيس بلاستيك نضيف من بتاع التلاجة او علبة، وهفضي كده عليها العجوة بالشكل ده. وهفردها كده في قلب الكيس، وهقفل عليها. ما شاء الله تحفة. هتنفعك في حشو المعجنات والسندوتشات في منتهى الجمال، تحفة. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.